سمير ويليام باسيلي، او بمعنى اصح الجاسوس سمير باسيلي، اللي كان ابن الاب في منتهى القسوه والطبع السيء، وكان بخيل جدا على ابنه، وما كانش في بين سمير وابوه اي عمار ولا اي تفاهم ولا اي لغه حوار. فكان دايما سمير بيكره طبع ابوه ويليام وتصرفاته، لدرجه انه بقى يكره يقعد في البيت اصلا بسبب سوء معامله ابوه ليه، وكان دايما وقته بيضيعه في السهر مع اصحابه. المهم بتيجي سنه 1960 وسمير قدر انه ياخد شهاده الثانويه العامه، لكن بصعوبه شديده جدا. وسمير ما اكتفاش بالثانويه العامه، لا ده كان حابب انه يكمل دراسته، وبالفعل قدم ورقه في احد المعاهد العليا. بس للاسف سمير ما قدرش انه يكمل الدراسه في المعهد ده، لان زي ما قلت لكم كده ابوه كان في قمه البخل عليه وما رضاش انه يدفع له فلوس المعهد. فساعتها سمير حس ان خلاص الدنيا كده ضاقت عليه، وان كل الابواب اللي كان فاكر انها هتكون مفتوحه اتقفلت في وشه. عشان كده سمير فكر انه يسيب البلد خالص ويسيب ابوه اللي منغص عليه عيشته ده ويسافر على المانيا. فلما سمير عرض الموضوع على ابوه انه عايز يسافر لالمانيا، ما سلمش من تريقه ولا سخريه ولا تهكم ابوه عليه، وقعد يقول له المانيا اللي انت عايز تسافرها، ده انت فاشل، طول عمرك شخص فاشل، وقعد يحبطه بكل الطرق. وده بالرغم من ان سمير كان موسط كتير من افراد اسرته عشان بس يحاولوا يقنعوا ابوه، بس كل المحاولات دي ذهبت ادراج الرياح، وكالعاده ابوه رفضه بشده انه يدي سمير مليم واحد. بس برضه سمير ما يأسش، وكان مصمم على سفره لدرجه انه اتداين واستلف من طوب الارض، صحابه بقى، قرايبه، اي حد من معارفه، وده طبعا على وعد انه اول ما يسافر المانيا ويلاقي شغل هيرد لهم الفلوس دي. وفي الاخر فعلا بينجح سمير انه يجمع حق الفيزا وتذكره الطيران، لحد ما بيلاقي سمير نفسه قاعد على كرسي في طياره وفي طريقه لالمانيا. وبمجرد ما طلعت الطياره من مصر حس سمير انه خلاص تنفس الصعداء، وقعد في باله بقى يلعن الفقر ويسب في ابوه اللي كان دايما بيحسس سمير باحتقاره لنفسه، وان ابوه عمره ما حسسه بمشاعر ابوه حتى لو المشاعر دي كانت مشاعر مزيفه. فكان دايما بخيل عليه وعلى طول بيسمم بدنه بالسب والشتايم ويقلل منه. ده كان اوقات كتير بيحرمه من العشاء ويحرض امه انها تطرده من البيت لما كان بيرجع متاخر، لدرجه ان سمير بدا يشك انه ابنه فعلا، ويسال نفسه هو انا مش ممكن اكون لقيط؟ بصراحه سمير كان فعلا عايش حياه مأساويه مع ابوه. المهم سمير بيوصل المانيا وبيقدر بالفعل انه يلاقي شغل. تعدي الاسابيع والشهور وسمير ما بيعملش حاجه في حياته غير انه بيشتغل وبيجمع فلوس. وبدأ سمير واحده واحده انه يندمج في المجتمع الاوروبي، التحرر الكبير اللي بيعيشه المجتمع من حواليه، بحر هايج من اللذات مش بينتهي، خمره، ستات، اي حاجه نفسك تقولها قولها. واللي كان مساعد سمير على كده انه كان شخص شاطر جدا في شغله، فقدر في وقت قليل انه ياخد مرتب كبير. فكان سمير ياخد مرتبه الكبير ده من هنا ويصرفه على شهواته وملذاته من هنا، لحد ما يجي يوم وسمير يبقى قاعد في نايت كلاب اسمه برنسس، وده كان النايت المفضل بالنسبه له. ففي اليوم ده وهو سهران في النايت كان قاعد في الترابيزه اللي جنبه راجل كده شكله شيك وانيق، وكل الاستاف اللي شغال في النايت كان بيعامل الراجل ده باحترام. فبدا يدور حوار بينه وبين سمير، وبالفعل الراجل ده وسمير اتصاحبوا على بعض واخدوا على بعض بسرعه. الراجل ده بقى كان اسمه هانز مولر. فسمير فهم من هانز ان هانز قاعد مستني صاحبته اللي كان اسمها جين. المهم وسط ما كانوا قاعدين بيتكلموا سمير بيتفاجئ ان هانز بيقطعه في الكلام وبينادي على صاحبته اللي اسمها جين اللي كانوا قاعدين مستنيينها. وبدأ هانز يعرف سمير على جين، ومن ساعة ما سمير شاف جين وهو في حالة من الذهول، وده كان بسبب شدة جمالها وأنوثتها الطاغية، واللبس العريان اللي كانت لابساه اللي كان مبين صدرها ورجليها بشكل كبير جدا. المهم قعدوا يتكلموا مع بعض شوية، وسمير مش قادر ينزل عينه من عليها وعمال يبص على كل جزء في جسم جين. وطبعا جين وهانز كانوا واخدين بالهم وهم أصلا عايزين كده. فطلبت جين من سمير إنه يقوم يرقص معاها، وسمير طبعا ما ترددش لحظة، ده كان هيموت على كده أصلا. وبالفعل سمير قام رقص معاها، وده ساعد جين إنها تثير الرغبة والغريزة عند سمير أكتر وأكتر. وخلصوا رقصتهم وسهرتهم وأخدوا أرقام بعض، وهانز أخد جين ومشي. ومن ساعتها وسمير وهو زي المجنون عمال يتصل بهانز وجين كل ساعة، ونفسه يوصل مع جين للمراد. هانز وجين بقى عارفين الكلام ده كويس، فكانوا بيتعمدوا انهم ما يردوش على سمير لاكتر وقت ممكن. من الاخر كانوا بيسووه على الاخر لحد ما سمير كان هيتجنن حرفيا، لحد ما جه اليوم اللي استناه سمير كتير.
فتفاجئ بمكالمه جايه له من هانز بيعزمه فيها على الغدا في شقته. فسمير سال هانز ان كانت جين هتيجي ولا لا، فهانز رد عليه قال له طبعا اكيد جين هتكون موجوده. فسمير ما صدق واخد ديله في اسنانه وطلع يجري على شقه هانز. وبالفعل وصل سمير لشقه هانز ولقى هانز وجين قاعدين مستنيين، وكان عنده استعداد انه يعمل اي حاجه مقابل انه يوصل للي في دماغه، ايا كان الطلب اللي جين هتطلبه منه فسمير كان هينفذه. وعلى نفس الطريقه اللي بنشوفها في الافلام، هانز عمل انه قال ايه، افتكر ميعاد شغل مهم وسابهم في شقته لوحدهم ومشي. الغريب بقى ان سمير ما بذلش اي مجهود في انه يقيم علاقه جنسيه مع جين، بالعكس ده اول ما هانز مشى هي اللي من نفسها بدأت تقرب منه، كانت بتستغل كل ذرة أنوثة عندها عشان تستدرجه في شباكها، او بمعنى اصح في شباك الموساد. فبمجرد ما اقاموا العلاقه الجنسيه مع بعض، جين قعدت تكلمه عن رجولته وفحولته وقد ايه هي بتحب المصريين وقد ايه هي اتبسطت معاه بشكل عمره ما حصل لها مع غيره. وطبعا هو زي اللهبل كلامها وصله لاكتر درجات النشوه والغرور، فقام حاضنها وقال لها ده انا اللي ما صدقت ان في بنت زيك تحبني، انا عمري ما هسيبك ابدا يا جين. بصراحه انا مش عارف سمير ده كان مغفل كده ازاي، تحبك ايه يا متخلف انت، دي تاني مره تشوفها. المهم جين قطعت سمير بعد ما قال لها انه عمره ما هيسيبها ابدا، وبصت له بحزن كده وقالت له والله انا نفسي يا سمير انك ما تسيبنيش، ونفسي ما بعدش عنك ابدا، بس للاسف انا مضطر اسيبك كمان كام يوم. طبعا سمير اتخض ووشه اتقلب وبص لها كده وقال لها ليه، انا كده ممكن يحصل لي حاجه، ده انا ما صدقت لقيتك. قامت اخداه في حضنها زي الافعى وبسته وقالت له اصل انا لازم اسافر ميونخ في اقرب وقت. قال لها وايه يعني، هاجي معاكي وهثبت لك اننا مش هنبعد عن بعض ابدا وان مفيش حاجه مستحيله. المهم ان جين كانت ممثله شاطره قوي وعملت نفسها متضايقه من كلامه وقالت له يا سمير لو سمحت ما تضغطش على اعصابي اكتر من كده وتخليني اقول كلام انا مش عايز اقوله، لاني لو قلت لك يا سمير انت مستحيل هتثق فيا بعد كده. كلمه جين دي اثارت شك وخوف سمير اكتر وزودت تصميمه في انه يعرف ايه اللي جين مخبياه، وبدا يسالها تاني في ايه يا جين، انت كده قلقتيني وخوفتيني. جين قالت له طب انا هقول لك بس توعدني الاول ان اللي بينا هيفضل زي ما هو وان ثقتك فيا مش هتتهز. وطبعا سمير وافق في ساعتها على كلام جين. قالت له اصل الحكايه كلها في هانز. فرد عليها سمير في استغراب وقال لها هانز ماله، هو مش هانز صاحبك؟ قالت له لا، هانز ده رئيسي في الشغل وتقدر تقول كده اني ملك ليه، وان انا مش اكتر من سلعه تافهه بالنسبه لهم بيبيعوا ويشتروا فيها. فبص لها سمير بتركيز كده وباستغراب وقال لها بالنسبه لهم وبيبيعوا ويشتروا فيكي، هم مين دول؟ فبدأت جين تقرب منه وتلزق فيه وتمثل مشاعر الخوف او الضحيه اللي بتدور على الحمايه وهي ساكته. فبص لها سمير تاني وقال لها يا جيم من فضلك جاوبي عليا، هم مين دول؟ فبدأ جسمها يترعش وردت عليه بصوت مليان خوف وقالت له مش هينفع صدقني مستحيل تثق فيا تاني بعد كده. فرد عليها سمير وقال لها خلاص يبقى انت كده اللي اخترتي اننا نبعد عن بعض. فقالت له لا خلاص انا هقول لك دول الموساد. فبلم سمير للحظه وردت كلمتها، قال لها الموساد؟ موساد مين؟ قالت له ايه يا سمير ما تعرفش الموساد؟ المخابرات الاسرائيليه، مش قلت لك انك مستحيل تثق فيا تاني بعد ما اقول لك؟ فضل سمير مصدوم لوهله وبعد كده قامت قربت عليه تاني وبسته وقالت له دلوقتي يا سمير الموضوع في ايدك انت اللي في ايدك افضل جنبك وانت اللي في ايدك ارجع تاني على تل ابيب، يا ترى يا سمير هتسيبني امشي؟ فرد سمير عليها باندهاش واستغراب قال لها في ايدي انا ازاي؟ انا مش فاهم حاجه. قالت له اصلهم كلفوني اني لازم اتعرف على الشباب العربي اللي جاي جديد على ميونخ واتصاحب عليهم وخاصه المصريين واكتب لهم بقى تقارير مفصله عن اي حوار هيدور بينا، سواء الحوار ده كان في السياسه او في الاقتصاد. بس فشلت فشل ذريع في الموضوع ده. وبدأت جين تبص لسمير بنظرة كلها استعطاف وتوسل وقالت له هم دلوقتي ادوني اخر فرصة بمهلة قصيرة جدا اني اقدم لهم التقارير دي. فرد عليها سمير وقال لها طب انا في ايدي ايه اقدمه لك برضه انا مش فاهم؟ قالت له انا كل اللي طالباه منك يا سمير انك تترجم لي شوية تقارير، سواء كانت تقارير اقتصادية او سياسية من التقارير اللي بتتنشر في الصحف المصرية او في الصحف العربية عموما، وانا ما اعتقدش ان دي حاجة هتبقى صعبة عليك، وكمان دي حاجة ما فيهاش اي خطورة عليك، اصلها ببساطه حاجه علنيه الدول دي نشراها مش تقارير سريه يعني. فبص لها سمير باستغراب وقال لها اترجم لك الصحف وهو الموساد مش عارف ايه اللي موجود في الصحف بتاعتنا ومستنيني انا لما اجي اترجمه له؟ فجاوبته بمنتهى الرقه وقالت له يا حبيبي انا كل اللي انا عاوزاه اني اثبت لهم اني بقابل اشخاص مصريين واني شايفه شغلي معاهم على اكمل وجه، وما يهمنيش بقى ان كانوا بيترجموا الصحف بتاعتكم ولا لا، انا كل اللي انا عاوزاه اني افضل جنبك هنا في ميونخ مش اكتر. وعشان جين تكمل الفيلم اكتر قعدت تمثل بقى انها دخلت في نوبه عياط هستيري وتقول له هو انا كده كل ما احب حد يتخلى عني بمجرد ما يعرف، عشان كده انا ما كنتش عاوز اقول لك عشان مش عايز اخسرك،
طبعا قدرت تسيطر عليه بعياطها وضعفها وانوثتها المتوحشه اللي عمر سمير ما شاف في جمالها قبل كده، فما كان منه الا ان هو ضمها في صدره واخدها في حضنه وقعد يطبطب عليها ويطمنها ويقول لها ما تخافيش انا مهما حصل مش هسيبك. وطبعا قدام غرايزه الحيوانيه وخدعه المشاعر اللي هو وقع فيها سلم لها مصيره تعمل فيه اللي هي عايزاه. فجابت له مجموعه من الورق الفاضي وطلبت منه انه يقعد كده يكتب لها سيرته الذاتيه بخط ايده، يكتب بقى معلومات عن معارفه وقرايبه واصحابه ووظايفهم وعناوينهم في مصر. وطلبت منه كمان انه يحاول يتعرف على الشباب المصريين الوافدين اللي جايين على المانيا ويمدها باخبار عن مصر من خلال المصريين دول. وهو زي اللهبل وافق على كل طلباتها، بس كان شرطه الوحيد انها تفضل دايما جنبه وما تبعدش عنه ابدا. كده نقدر نقول ان سمير خلاص وقع في شباك الموساد وغرق في المهام التجسسيه وحب الجنس والمال الحرام اللي كان عمره ما هيعرف انه يجيب نصه في اي شغلانه تانية. وطبعا بعد ما ده حصل والموساد وصل لغرضه مع سمير وبقى سمير خلاص ما ينفعش يرجع لانه بقى متورط معاهم، جين سابته وراحت تدور على غيره. سمير بقى مكانه الطبيعي هو مطار ميونخ مستني الطيارات اللي جايه من مصر عشان يعرض خدماته على المصريين الوافدين اللي جايين على المانيا لاول مره، واللي طبعا ما بيصدقوا انهم يلاقوا اي مصري اهو يسهل لهم اي حاجه، لانهم بيبقوا عاملين بالظبط زي الغرقان اللي متعلق بقشايه. وخلال شهور قليله سمير قدر انه يعمل شبكه علاقات واسعه وقويه جدا، وكان جاسوس نجيب، والعلاقات دي كان اغلبها مع موظفين شركه مصر للطيران وكمان مع مجموعه كبيره من المضيفين والمضيفات. فكان يومه كالاتي: الصبح قاعد في المطار، بالليل قاعد بيكتب تقارير عن كل المعلومات اللي قدر يجمعها، سواء بقى المعلومات دي كانت من دايره علاقاته اللي قدر يكونها او من المصريين الوافدين اللي بيعرض عليهم مساعداته. والتقرير ده كل يوم الصبح كان بيتسلم لمندوب الموساد ويقبض قصاده آلاف الماركات. وفضل سمير على كده والدنيا لعبت معاه والفلوس جريت في ايده وبقت احواله الماديه مستقره جدا، وابوه عرف طريقه وبدا يزوره كذا مره. وكل مره ابو سمير كان بيزوره فيها ما كانش بيتكلم معاه الا عن المشاكل الاقتصاديه في مصر، وانه خلاص ما بقاش قادر يصرف على اسرته وانه جاي عشان يطلب مساعده ماديه من سمير. سمير كان بيتبسط ويتلذذ جدا بتوسلات ابوه ليه، لا ومش كده وبس، ده كان ساعات بيطلب ابوه يجيله مخصوص عشان يقعد ويسمع منه التوسلات دي. والاحساس بالشماته من سمير ناحيه ابوه كان كل يوم بيزيد لحد ما وصل للرغبه في الانتقام، بس الانتقام كان بشع وما يتناسبش ابدا مع قسوه ابو سمير ناحيه ابنه، لا ده كان اكبر من كده بكتير. وتعالوا بقى وانا اقول لكم ازاي. سمير عمل كمين لابوه، بدا لما اخد ابوه معاه لمكتب هانز ضابط الموساد اللي سمير بيشتغل معاه في ميونخ، واللي يبان من بره كده انه مكتب او شركه مقاولات. ولان ويليام باسيلي ابو سمير ما يختلفش عن ابنه كتير وعنده استعداد برضه انه يعمل اي حاجه مقابل الفلوس، ما هي جينات بقى. فبدا هانز يلعب على النقطه دي ويقول له ان السبب ورا الثراء الفاحش اللي ابنه سمير عايش فيه هو شغل سمير معاه، وانا يا عم ويليام عندي استعداد اعيشك العيشه اللي ابنك عايشها دي، وابدا معاك شركه في القاهره هخليك تاكل من وراها الشهد. طبعا عمنا ويليام شطح بخياله بقى وهو قاعد مع هانز، ما بقاش شايف قدامه غير مكتبه الفخم وسكرتيرته الجميله والعربيه اخر موديل اللي هو راكبها، عشان يقطعوا هانز ويصحيه من حلمه الجميل ده. يقول له بس احنا طبعا قبل ما نفتح الشركه احنا محتاجين معلومات اقتصاديه عن السوق في مصر، عشان من خلال المعلومات دي هنقدر ان احنا نحدد الخطوط العريضه لنشاط الشركه هيكون ايه. طبعا ويليام وافق على طول وقعد ساعات يكتب تقرير مفصل عن اي وكل حاجه تخص احتياجات السوق في مصر. هانز اول ما شاف التقرير ده كان مندهش من كم المعلومات ودقتها، لدرجه ان اداله في ساعتها 1000 مارك، وكمان وعده بمبلغ اكبر مقابل كل تقرير هيبعته له من القاهره. وبكده ويليام بقى جاسوس رسمي ووقع هو كمان في شباك الموساد. بس هرجع واقول معذور، ما هو كل ده لسه برضه ما يعرفش حقيقتهم ولا يعرف انه بيتعامل مع الموساد. المهم قعد يكتب تقارير ويبعتها لألمانيا وكان نشيط جدا بالرغم من انه ما يعرفش هم مين. وفي الزياره اللي بعدها لميونخ بيتفاجئ ويليام بغضب شديد جدا من هانز بحجه ان التقارير اللي بيبعتها لهم بقت تقارير سطحيه جدا وما فيهاش اي معلومات مهمه. وهانز قال لويليام كمان ان المكتب الرئيسي مستعد يدفع لك 5000 مارك للتقرير الواحد، بس ده طبعا بيتوقف على اهميه التقرير واهميه المعلومات اللي فيه. مش كده وبس، انا كهانز عندي استعداد اني ادربك على طريقه جمع المعلومات وطريقه كتابتها. طبعا الكلام ده بدا يفتح عين ويليام ويشككه في هانز، فويليام سال هانز هو المكتب ده تبع ايه بالظبط وموجود فين. فهانز رد عليه بكل صراحه، قال له المكتب ده
هو مكتب مختص بالشؤون الاقتصادية تابع للموساد موجود في تل أبيب. طبعا ويليام اتخض وارتبك، فقام هانز مديله على طول ظرف فيه 5000 مارك وقال له بص بقى، دول هدية من إسرائيل بسبب تعاونك معانا الفترة اللي فاتت، وزي ما قلت لك كده دول هدية، أما فلوس التقارير اللي أنت بعتها لسه ليها مقابل تاني خالص. وقام مديله ظرف تاني فيه 5000 مارك تانيين. فويليام أخد منه الفلوس، بس برضه كان لسه باين عليه علامات الخوف بعد ما عرف حقيقتهم، ومش حقيقتهم بس، لا ده كمان عرف حقيقة موقفه ووضعه بقى عامل ازاي، هو كده بقى جاسوس رسمي. طبعا هانز بدأ يلاحظ ده، فبدأ يطمن ويليام، قال له ما تخافش، التقارير اللي انت بتبعتها لنا دي مش حاجة سرية خالص، بالعكس يا عم ويليام دي موجودة في الصحف، يعني دي اصلا معلومات متاحة للجميع. وواحدة واحدة بدأت العلاقة تتطور بين هانز وويليام، بقت علاقة رسمية بين ضابط مخابرات تابع للموساد وجاسوس مصري خاين. ومش بس كده، لا ده ويليام كمان دخل دورات تدريبية اداها له مجموعة من أكبر خبراء وفنيين الموساد، وخلاص بقى جيوبه بقت عمرانة بآلاف الماركات بعد ما كان مش لاقي ياكل، وبقى بيتعمد انه يصاحب ضباط القوات المسلحة والعسكريين اللي على المعاش، يعني من الآخر قدر انه يكون شبكة علاقات قوية جدا. وطبعا كل كلمة بيسمعها منهم كانت بتتكتب في تقارير وتتبعت على الموساد، وكل ما زادت تقاريره زادت معاها فلوسه. اما ابنه سمير بقى فدايرة نشاطه توسعت جدا في التعرف على المصريين اللي جايين لميونخ، طبعا بهدف استدراجهم في الكلام عشان يعرف منهم اخر الاخبار، وخاصة المصريين اللي جم وفشلوا انهم يلاقوا شغل. وبالفعل حاول يجند 3 من المصريين دول لصالح الموساد، وكانت دي اغبى حاجة هو عملها. اصل اول ما ال3 مصريين دول رجعوا على مصر طلعوا على طول على المخابرات العامة المصرية حكوا لهم على كل حاجة عملها سمير، انه كان بيحاول يوقعهم ويجندهم للشغل مع المخابرات الإسرائيلية، وانه كان بيستعمل في المحاولات دي بنات جميلة جدا تبع للموساد. طبعا 3 بلاغات جت في وقت قصير قوي ورا بعض من 3 اشخاص ما يعرفوش بعض. فبدأت المخابرات تبحث في الموضوع لغاية ما اكتشفوا كل حاجة واتأكدوا من تورط سمير وأبوه في الخيانة، وحطوا خطة يصطادوا بيها سمير وأبوه بمنتهى الدقة والإحكام. في الوقت ده ويليام كان فاتح مكتب كبير للمقاولات في القاهرة. طبعا انتوا عارفين ان المكتب ده هو الواجهة اللي بيمارس من وراها خيانته وشغله مع الموساد، وبرضه هو نفس المكان اللي بيعمل فيه اجتماعاته خاصة مع العسكريين اللي أنهوا خدمتهم، لأنهم كانوا دايما بيحبوا يتباهوا بأي حاجة كانوا بيعملوها وهم في الخدمة، فكانت موضوعاتهم كلها عن الجيش. كل الكلام ده طبعا كان بيتبعت للموساد أول بأول، لغاية ما يجي يوم ويجي لويليام راجل مصري غني جدا راجع من الخليج. الراجل ده قرر خلاص ان بعد غربته الطويلة دي يستقر بقى في مصر ويستثمر بقى الفلوس اللي قدر يعملها في انه يعمل في مصر مشاريع استثمارية وعمرانية كبيرة. وجال ويليام بقى علشان يساعده بسبب جهله لاحتياجات السوق المصري. طبعا ويليام ما صدق وقعد يحكي للراجل عن خبرته وخبرة شركته في النوع ده بالذات من الاستثمار، وكل كلام ويليام للراجل كان موثق بالاحصائيات اللي بتأكده. وقدر ويليام يقنع الراجل ان شركته هي فعلا اكتر شركة في مصر تقدر تدير المشروعات اللي الراجل عايز يعملها. بس حجم ثروة الراجل المصري ده والفلوس اللي كان عايز يستثمرها كان ضخم جدا، عشان كده ويليام على طول اتصل بسمير ابنه في ميونخ وطلب منه انه لازم يجي مصر في اسرع وقت عشان يستفيد من خبرته. وبعد الحاح من ويليام على سمير ومراسلات كتير، سمير اخيرا بيوافق انه يجي. وهم كام يوم بالظبط وسمير وصل للقاهرة، بس ما كانش جاي لوحده، كان جاي معاه شاب ألماني هو وصاحبته. وأول ما نزلوا مصر سمير أخدهم على الأقصر ونزلوا في فندق سافوي الشهير اللي موجود على النيل، وبعد كده أخدهم يومين على أسوان وبعدها رجعوا على القاهرة على طول. طبعا سمير خلال رحلته دي برضه ما كانش بيضيع وقته، لا كان عمال يصور كل المصانع والمنشآت العسكرية اللي بتقابله على الطريق عشان يعمل بيها تقارير ويسلمها للموساد، لحد ما يجي يوم وسمير يقف عند كشك جرايد عشان يشتري منه شوية جرايد لزوم التقارير. ومجرد ما سمير بيسيب الكشك ويمشي بيتفاجئ بشاب شكله أنيق لابس بدلة ونضارة سودة ومعاه 4 أشخاص تانيين، وبيطلب من سمير إنه يمشي جنبه بهدوء. طبعا سمير اترعب واعتذر للراجل الألماني اللي كان معاه وصاحبته ومشى مع الشاب ده. وأول ما دخل سمير معهم العربية الشاب ده سأل سمير تحب تعرف احنا مين ورايحين فين؟ فرد عليه سمير وقال له لا مفيش داعي أنا عارف. وأخدوه على مبنى المخابرات العامة المصرية عشان أول ما يوصل يلاقي أبوه قاعد مستنيه هناك وفي حالة من الهياج، ومش على لسانه إلا كلمة واحدة بس، سمير هو السبب. ولقوا ملف كبير قوي محطوط قدامهم ومليان بعدد كبير من التقارير اللي كانوا بيبعتوها للموساد.
فما كانش فيه اي مجال للانكار اصلا، والتحقيقات ما قعدتش كتير عشان يتقدم سمير وابوه للمحاكمه ويصدر الحكم عليهم في شهر مايو سنه 1971. فاتحكم على سمير بالاعدام، اما ويليام ابوه اتحكم عليه بالاشغال الشاقه لمده 15 سنه، ولعنه وعار لحد الجيل المية في اسرتهم. وطبعا هي دي النهايه الطبيعيه لكل خاين باع نفسه ووطنه. عاشت مصر حره ابيه، وعاش رجال المخابرات العامه المصريه. وهي دي حلقتنا النهارده، فبكده انا خلصت. انا ميدو جبريل من برنامجكم ميدوبيديا، ويا رب لو المحتوى بتاعي بيعجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك والشير لو كنتوا بتشوفوني على الفيسبوك، والاشتراك في القناه لو بتشوفوني على اليوتيوب. شكرا ليكم واستنوني في حلقه جديده.